مالي معاك احسن. واو لحظة يا أخي، أنا مو مقتنع باللي أنا قاعد أسويه هنا. أنا أعلن انسحابي. خلاص الحين يا أحبك، أموت فيك، أحبك 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 أحبك. أجل تبي تسويها يا طلال؟ تبي تطردخني من البيت عشان عيون هالعجوز الحقيرة أمك؟ هذا إذا ما طردتك من الشرقة عند أبوك قبل لا تسويها. انت زين يا طلال، إما خربت بيتك ولعبت في حسبة عيشتك ما أكون أنا ولد أبوي. تدري إنك وسخ وحقير يا سلابة يلي ما تخاف ربك؟ حبيبي باه كوت. وش فيك يا أخي؟ شكلها روعني. هل احنا قاعدين نصور فيلم رعب؟ سامحني يا فيصل. ما عليه ما عليه. سامحني لأني تسببت في أزمة قلبية نتج عنها فشل كلوي مزمن لوالدتك. ما عليه ما عليه. سامحني لأني استوليت على شركة أبوك وطردتكم برا بيتكم. ما عليه ما عليه. سامحني لأني دعست أخوانك الصغار بالسيارة بطريقة وحشية وخالية من الرحمة. أقل ما توصف به هو أنها جريمة بشعة وتنم عن شخصية مضطربة للمجرم اللي ارتكبها. مهما صار وانا اخوك يا طلال، احنا اهل وانت حسبة اخونا، وكل شيء يجي منك نتحمله ونرضى فيه. اوكي يا اخوان، هذه جمعتنا عشان نتناقش فيها اخيرا بعد ما كملنا السكريبت. مسمى المسلسل اللي اختلفنا فيه كثير. طبعا اقتراحنا جديد وثوري، احنا نبغى نعمل عنوان يجمع ما بين عنصر الزمن والألم. فالاخوان اقترحوا حاجة زي ايام الألم، سنوات الضياع، سنين الجروح. لحظة يا أخي، وش يا أخي السكريبت اللي بين يدينا مسلسل كوميدي. أيوة، مين بعد يا أخوان؟ مين بعد عنده أي اعتراض؟